في الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة هشرح لكم كل حاجة على غسالة فيش، وازاي تغسلي فيها، وازاي تصرفي، وازاي تشطفي، وازاي تعملي فيها كل حاجة وانتي واقفة. بسم الله ما شاء الله، ولا هتغسلي بره ولا هتشطفي بره. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة في مطبخ أم ياسين جايبكم من فيديو الغسالة فيش. النهاردة بقى هرد على كل كومنتاتكم، وهشوف ايه الحاجة اللي انتوا بعتولي فيها الكومنتات بتاعتكم، بتتصرف ازاي، بتشتفي فيها ازاي، بتظبطيها ازاي على الشطف والغسيل والعصر. النهارده بقى بسم الله ما شاء الله، بعد سنة ونص من شيل الغسالة، انا حقيقة انا بأيد غسالة فيش ما شاء الله عليها، عشان بتعمل مساحتها كبيرة وبتظبط لي الغسيل. النهارده اول حاجه هوريكم بتتملى ازاي الغساله. انا عندي حنفيتين كده في الحيطه. انت لو عندك ميه من الحوض، ميه من الصيف تاني، او حنفيه تانية، تحطي فيها الخرطوم وتمديها للغساله كده. ده الملي العادي بتاعنا خالص. وفيها حاجه كمان هوريهولكوا بعدين. احنا مالينا اهو، بنملي بقى المية الساقعة الاول، علشان ما تحطيش مية سخنة على طول. اول ما تنزل على الغسالة او المروحة المية السخنة، لا، المية الساقعة الاول. وده اللي انا وريتهولكوا، التايمر العصر وتايمر التشغيل وتايمر الشطف بتاعنا اهي يا جماعة. وبعد المية الساقعة حطيت مية سخنة فيها كده عادي خالص. مديت الخرطوم من الحنفية بتاعتك، مفيش مشاكل. وحطينا الغسيل بتاعنا والمسحوق بتاعنا. النهارده بقى ايه، انا قلت انا هغسل، وايه لازم ايه اصورلك وانا بغسل. ايوه ايه يا جماعه، عملت بقى لحد اخر حاجه التايمر بتاعها، وايه وخليناها تشتغل معانا كده لحد بقى ما هتفصل، هترجع تاني للصفر بتاعها. يبقى كده دورة الغسيل بتاعتك انتهت. عايزة تعمليها مرة تانية، اوكي، مفيش مشاكل. هنا يا جماعة جالي كومنت الابعاد بتاعت الغسالة كام. يا جماعة الطول في العرض بتاع الغسالة 90 في 50، 90 في 50. ده الابعاد بتاع الغسالة بتاعتي. عشان اسفة اللي انا ما ردتش على الكومنت ده والله. وانا سايبه لكم يا جماعه في صندوق الوصف تحت الفيديو الاولاني بتاع الغساله، بيشرح كل حاجه فيها وكان معايا. وعشان كده يا جماعه عملت لكم بايت 2 من الفيديو بتاعنا. دلوقتي بقى هوريكم ازاي بتتصرف بعد ما نخلص الغسيل، وازاي بتعمليها ازاي، وتعصري فيها ازاي، وتشطفي فيها وانتي واقفه. كل ده ولا هتطاطي ولا هتتعبي ضهرك ولا اي حاجه. احنا معانا دورة الغسيلة هي لسه مخلصتش بتاعتنا. احنا اهو يا جماعة، في بقى هنا الزرار اللي حضراتكم شايفينه ده، اللي انا حطيت عليه ايديا كده. هوريهولكوا دلوقتي يا جماعة ازاي بتحولي المفتاح ده لباب الشطف او باب الغسيل. ونيجي دلوقتي عايزين نشطف بقى ايه الغسيل بتاعنا، وايه ونملي باب الشطف بتاعنا. حطينا الخيطوم في المية الساقعة اهو، وهنا الفتحة دي تحطي فيها الخيطوم. لو كنت عايزة تملي الغسالة تمام منه، عايزة تملي الحوض الشطف تمام، مع تحويل الزرار كده بتحولي الباب ده للباب ده. الباب الغسيل عايزة تمنيه، امنيه من الزرار، حولي الزرار. عايزة باب الشطف تمنيه، تعصري فيه الغسيل تمام، مفيش اي مشاكل. احنا حطينا اهو يا جماعة الخيطوم في الفتحة، وايه وجبنا بقى. لو عايزة الباب ده يتملى، لو عايزة البيت الغسيل يتملى تمام. احنا دلوقتي شغالين بقى في باب الشطف. دورنا المفتاح الناحية التانية، ودلوقتي هوريكوا ازاي هنملي بيه المية اهو قدامكم. بعد ما ما حددنا المفتاح بتاعنا ونزلنا منه المية وفتحنا صنبور المية وحطينا الغسيل بتاعنا. كل المية دي شغالة على الغسيل عشان تنزلي منه بقى الربس بتاعك والمسحوق بتاعك كله. وهقعد بقى تغسلي فيه، تنزلي منه يبسه خالص لحد ما ينضف خالص خالص من المية بتاعتنا، من الصابون.
وانت شغالة بيه برضو من المية من الحنفية، وتقعدي بقى لحد اهو ما شطفنا خالص ونضفنا خالص من يابسه المسحوق بتاعنا. هقفل المية بقى يا جماعة، وهجيب البتاع بتاعت ظبط الزوايا بتاعت الغسيل كده، واساوي الغسيل خالص عشان ما تترجليش وعشان ما تعمليش صوت، واقفل عليها الباب والباب التاني كذلك. وبعد كده تعملي بقى العص بتاع، عايزه عص جامد اعملي على 3 4، عايزه عص متوسط كده يا دوبك تشمسيه في المنشر بتاعك تمام زي الفل. رحت ايه عامله على 2 وايه، وقفلت البيبان بتاعتي وعملت على رقم 2، ودلوقتي هي ايه بتعصر الغسيل. ويا جماعة هنا بقى احنا بنعصر الغسيل كده، وما شاء الله بتبقى معصورة كويس، وفي الشتاء جميلة قوي مساعداني. ربنا يبارك لي فيها، ومساعداني خالص في الشتاء. في وقت الشتاء يا دوبك اعمل بقى العصر كبيرة شوية، وممكن انطره على الانتريه بتاعي. تنطري انت في اي منشر داخلي. دلوقتي هقول لكم بقى يا جماعة، في كومنت جالي الصيف بتتصرف ازاي. في فتحة في أسفل الغسالة حطينا فيها الخيطوم التاني عشان هما بيجوا بخيطومين، حطينا فيه الخيطوم التاني وحطيناه في الصيف بتاعي أنا، عشان عندي صيف في الحيطة حطيته في صيف الحيطة. ما عندكيش ما فيش أي مشاكل، هتحطيه في الأرض أقرب صيف ليكي، هينزل فيه المية يا دوبك تنزليه في الأرض كده يتمدد لأقرب مصفى ليكي. ويا جماعة كده انا لما هفصل الغسالة هصفيها كده. احنا دلوقتي بقى ايه، ما تنسوش تدعموا قناة ام ياسين على قد الايد اول حاجة باللايك والشير. فضلا ليس امرا. ولو في اي كومنت ما ردتش عليه سامحوني، ولو في اي حاجة اسألوني عليها في الكومنتات.